سيدنا السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. من بعد ما شفنا في الفيديو اللي فات صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شنو الشروط والضغوط اللي كيديروا على المغرب وعلاش كيديروهم وعلاش باغيين المغرب انه يدير تعويم الدرهم الى اخره. اللي مازال ما شافش هذاك الفيديو رجع يشوفه. اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي طرات غير في هذه السيمانه هذه وغادي تخلي المغرب يتنفس شويه من هذوك الضغوطات ديال صندوق النقد الدولي. اشنا هي هذه القضيه؟ هو ان المغرب خرج من اللائحه الرماديه ديال مجموعه العمل المالي او لا غافي، اختصار ديالها هو غافي، اختصارا للغروب داكسيون فينانسيير. شنو هي هذه مجموعه العمل المالي او لا غافي؟ شنو هي هذه اللائحه الرماديه؟ علاش المغرب كان فيها وكيفاش تخرج؟ شنو غيستافد من هذا الخروج؟ كيفاش غادي يستافد؟ شنو هما الحوايج اللي غادي يخليو المغرب يتنفس، اللي غادي يكونوا هما السندات؟ شنو هما هاد السندات؟ لاش كيصلحوا؟ كيفاش ممكن نخدموا بهم؟ هادشي كامل غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو ديال اليوم. نبداو باول حاجه، هي شنو هي هاد مجموعه العمل المالي اصلا اللي عاطيه راسها الحق انها تصنف الدول وتحطهم في لائحه رماديه ولا سوداء ولا تخرجهم ولا تدخلهم ليها. هذه المجموعه هذه هي واحد المنظمه تاسست في 1989، المقر ديالها كاين في باريس، والدور ديالها هو انها تبقى حاضيه الدول باش تشوف شكون هما الدول اللي كيديروا شي حوايج اللي كيشجعوا على باش يكون غسيل الاموال، يكون مثلا شي تهرب ضريبي، تكون شي حاجه ديال التمويل، شي حاجه ماشي هي هذيك اللي كتخرب البلدان بلا ما نقولوها باش ما تقطعش لينا هاد الفيديو وتمشي بحالها. دونك كما قلت كتبقى حاضيه هاد الدول وكل مره كدير لهم واحد التقييم، وعلى اساس هذاك التقييم كتشوف شنو هما الدول اللي غادي يكونوا في اللائحه السوداء، يعني مقفرينها ديال بصح، يعني فريمون فيهم كاع هادشي اللي قلنا ما خصوش يكون، ولائحه رماديه اللي كيكونوا ما عندهم حتى شي مخالفه اللي هي قانونيه بالنسبه ليها، ولكن كيكونوا فيهم شي حوايج ماشي هما هادوك، يعني كيكونوا تحت المراقبه. ومجموعه ديال الدول اللي ما كيكونوا داخلين لا في اللائحه الرماديه لا في اللائحه السوداء، دونك هادوك كيكونوا كلين. دونك كما قلت هاد اللائحه الرماديه ما كيكونوش فيها هادوك الدول اللي فريمون مقفرينها وفيهم داكشي اللي ماشي هو هذاك، وفي نفس الوقت ماشي كلين 100%، يعني يقدروا يكونوا مثلا عندهم شي مخالفات اللي نقدروا نسميوهم مخالفات اخلاقيه، بحال مثلا انهم يديروا شي حوايج ضريبيه او امتيازات ضريبيه باش يجروا استثمارات خارجيه. وهنا في هذه الحاله هذه كتكون واحد المنافسه غير شريفه بالنسبه للدول او بين الدول. دونك بهذه الطريقه غادي تخلي لا شارج عنده ناقصين، يعني غادي يقدر يهبط الثمن ويهرس السوق على منافسين ديالو من دول وحدين اخرين اللي ما عندهمش هاد الملاذات الضريبيه او هاد لي زون اللي ما كتطبقش فيهم واحد الضريبه كبيره او فيها الاعفاء كاع تماما. وهذا الشيء اللي كان في المغرب واحد الوقيته، داك الشيء علاش دخل لهاد اللائحه الرماديه، حيت كان مخصص شي مناطق اللي فيهم امتيازات ضريبيه ديال الهبال، بحال مثلا مناطق التسريع الاقتصادي وشي مناطق اخرين اللي محسوبين بحال ما فيهمش كاع ضرائب. دونك هذا الشيء خلى مجموعه العمل المالي انها تحط المغرب في هذيك اللائحه الرماديه وتحطه تحت المراقبه، تتشوفوا ديك الساعه واش غيهديه الله على راسو وغادي يحيد هذا الشيء ويولي كليان حتى هو، او لا يبقى غادي مكمل وغادي يقدر يدوز ربما كاع اللائحه السوداء، ولا غادي يقاد هذا الشيء باش يخرج من هذه اللائحه الرماديه واللي محسوب حتى هو من الدول اللي عندهم كلشي كلين. وباش المغرب يخرج من هذه اللائحه الرماديه واللي محسوب حتى هو من هذوك الدول اللي عندهم كلشي كلين، دار واحد المجموعه ديال الاجراءات، منهم واحد جوج اللي حنا شفناهم بقوه. الاولى ما عجبتش بزاف ديال الناس، هو فاش بداو كيعيطوا الابناك للناس وكيسولوهم منين كيجيوكم هاد الفلوس. هذه ما عجبتش بزاف ديال الناس حيت جاتهم بحال تدخل، الوغ كو كانت كدار على قبل باش يعرفوا واش كاين شي مثلا تبييض ديال الاموال ولا غسيل الاموال، او لا كاين شي تمويل من برا باش كيداروا شي حوايج اللي كيخربوا سميتو بلا ما نقولوا هادشي كما قلنا قبيله. والحاجه الثانيه شفناها فاش خرج قانون الماليه ديال 2023، هي فاش هادوك المناطق ديال التسريع الاقتصادي والمناطق اللي فيهم امتيازات ضريبيه ما بقاتش عندهم هادوك الامتيازات، ولاو تقريبا عندهم نسب ديال الضريبه تقريبا بحال المناطق العاديه الاخرى وبحال الشركات الاخرين. نهضروا دابا على شنو غادي يستافد المغرب من هذا الخروج من هذه اللائحه هذه. اول حاجه غادي يستافد لا من الناحيه الماليه ولا من الناحيه الاقتصاديه. مثلا من الناحيه الاقتصاديه غادي يستافد انه يولي محسوب من الدول اللي هي كما قلنا كلين في العالم، دونك غادي يقدر يجذب مستثمرين كبار اللي ما عندهمش مناش يخافوا انهم حتى هما تشاف بهم بهذيك الصوره ديال لا حكا راه هادو ربما جايين يديروا غسيل الاموال او يستافدوا من شي
ماشي حوايج بحال هكا اللي عندهم علاقه مع الضريبه كما قلنا، او لا شي نشاطات اخرين ماشي هما هادوك. دونك غادي تولي عنده واحد الصوره مزيانه في وسط العالم. ومن الناحيه الماليه الا خدينا مثلا القطب المالي للدار البيضاء خصوصا والابناك الاستثماريه المغربيه عموما، فغادي يولي عندهم الوجه باش يهضروا مع مستثمرين كبار ولا مؤسسات استثماريه عالميه باش انهم يقولوا لهم اجيو استثمروا عندنا، احنا البلاد عندنا مزيانه الى اخره. دونك غادي يوليو مرانكين مزيان في وسط العالم. وحيت المغرب كان عارف راسو انه قادر انه يخرج من هذه اللائحه الرماديه حيت دار بزاف ديال الاجراءات، داكشي علاش في نفس الوقت تقريبا كنا سمعنا بلا راه المغرب بدا كيهضر مع ابناك استثماريه خارجيه كبيره بحال ابناك استثماريه المانيه ومن شي دول اخرين، وكان كيستعد باش انه يطرح السندات ديالو للبيع باش يجيب فلوس من جهه اخرى من غير صندوق النقد الدولي. داكشي علاش اون فوا المغرب خرج من اللائحه الرماديه او لا مجموعه العمل المالي اعلنات على القرار ان المغرب صافي خرج من اللائحه الرماديه، اوتوماتيكمون اعلن المغرب حتى هو انه طرح السندات ديالو للبيع. اوتوماتيكمون هاد القيمه ديال السندات غادا تطلع ماشي بحال كما كان قبل ملي كانت في اللائحه الرماديه. واحسن دليل على هذه الهضره هو الاسهم اللي طلعوا في بورصه الدار البيضاء بالنسبه للابناك المغربيه، وحتى مؤشر مازي في بورصه الدار البيضاء اللي طلع واحد طلعه كبيره في نفس النهار. دونك من ناحيه القيمه ديال السندات ديال المغرب وديال الصوره ديالو وسط العالم طلعت، وفي نفس الوقت غادي نوليو قادرين ان احنا نتسلفوا من عند صندوق النقد الدولي حيت مازال محتاجين ليه، ولكن بلا هذوك الشروط ديال تعويم الدرهم والخوصصه ديال شي قطاعات اللي هما مهمه الى اخره كما شرحت في الفيديو اللي فات، تقدروا ترجعوا تشوفوه. يعني المغرب كيقول صندوق النقد الدولي انا الاقتصاد ديالي باقي ضعيف وباقي محتاج انني نسلف من عندك، ولكن ما بقيتيش قادر انك تلوي لي دراعي حيت ولاو عندي مصادر اخرى منين نجيب الفلوس، بحال مثلا انني طرحت هاد السندات للبيع وغادي يشريوهم من عندي مستثمرين اللي غادي انا نرجع لهم فلوسهم بالعوائد مازال، يعني بواحد النسبه ديال الفائده اللي كتحدد. دابا غتقدروا تقولوا مع راسكم ولكن شنو هما هاد السندات اللي كتهضري عليهم واللي المغرب طرحهم للبيع؟ كيفاش فيهم نسبه ديال الفائده وكيفاش غادي نرجعوا بهم الفلوس وكيفاش غنجيبوا بهم الفلوس اصلا؟ هاد السندات اللي حنا من الصباح حنا كنهضروا عليهم هما ببساطه واحد الوسيله ديال التمويل اولا ديال الاقتراض اللي كديروا شي حكومه ولا شركه ولا شي كيان اخر باش كتجمع الفلوس باش سواء كدير بها شي مشاريع جديده ولا كتخلص بها شي ديون عليها من قبل ولا اي حاجه بحال هكا. المهم كتكون محتاجه هذاك الفلوس، كطرح هذوك السندات كيتشراو وهذوك الفلوس كتخدم بهم. وهذا السند هذا كتكون عنده واحد القيمه، بحال مثلا نقولوا ان غادي الا طرحت بزاف ديال السندات سند واحد غادي يكون عنده القيمه ديال 1000 درهم، وكيكون فيها واحد النسبه ديال العائد اللي انا كنقول لك راه ملي غادي نرجع لك فلوسك غادي نرجعهم لك بواحد العائد اللي نقولوا مثلا هو 7%. فاش كتشري من عندي هذا السند انت في نفس الوقت وليتي مشارك معايا في راس المال اولا في هذوك الفلوس اللي خديت اللي غادي نستثمرهم في حاجه اخرى، ومن ناحيه اخرى كيتعتبر واحد البروف انك انت كتسالني هذاك المبلغ اللي كاين في هذاك السند وانا مجبره نرجعو لك في واحد الوقت اللي هو اجل محدد في هذاك السند. وبالنسبه لهذاك العائد اللي حددناه مثلا عطينا مثال ديال 7%، هذاك كنحدو على حساب الدراسه اللي درت انا لهذاك الاستثمار اللي غادي ندير، شحال غادي يرجع ليا وشنو الارباح اللي غادي يكونوا فيه الى اخره، وانا كنعطيك نسبه من هذوك الارباح حيت انت ساهمتي معايا في التمويل ديال هذاك المشروع. مثلا الا كنت انا شركه وطرحت السندات ديالي للبيع فانا غادي نكون باغا هذوك الفلوس سواء باش ندير زياده ديال راس المال اولا ندير شي مشروع جديد توسعي مثلا ولا نشري ماتيريال ولا نشري عقارات الى اخره. المهم كندير واحد الاستثمار اللي عنده علاقه بهذيك الشركه ديالي. باغ كونطخ الا كنت انا حكومه فاش كنطرح هذوك السندات ديالي للبيع فانا غالبا كندير بهم مشاريع اللي عندهم علاقه بالبنيه التحتيه، مثلا نبني مدارس سبيطارات طرقان سدود الى اخره، شي حاجه اللي غادي تعاون في الاقتصاد باش تدور الحركه ديالو وغتجيب مستثمرين جداد. كيف العائد غادي يكون من خلال هذوك مثلا الضرائب اللي غادي يخلصوا هذوك المستثمرين اللي غادي يجيو، حيت غيشوفوا ان كاين كفاءات اللي هي عندها تعليم مزيان حيت قراو في مدارس مزيانه، كاين طرقان اللي هما مقادين يعني عندهم كيفاش يخدموا ويتنقلوا من بلاصه لبلاصه بلا حتى شي مشكل، ولا حتى الضرائب اللي غادي يكونوا كيتخادوا من عند مثلا هذوك الموظفين اللي غادي يوليو خدامين في هذوك المصانع والشركات اللي جاوا جداد. دونك هذا هو العائد اللي منه الدوله غادي تقدر ترجع واحد النسبه مع النسبه الاصليه ديال الثمن ديال السند لهذوك المستثمرين اللي شراو السند ديال الحكومه. اذا لاحظتوا سواء السندات ديال الشركات ولا ديال الحكومات ولا الدول فانا هضرت على بجوج بهم، هضرت على الاستثمار. داكشي علاش ضروري خاصنا نديروا الفرق ما بين
قروض استثماريه والقروض الاستهلاكيه. مثلا انت كشخص فاش غتمشي تبغي تسلف باش تشري مثلا طوموبيل، انت هنا كدير قرض استهلاك، كتشري هذيك الطوموبيل. اولا الطوموبيل عندها المصاريف ديالها، باغ كونطخ القيمه ديالها كتبقى غادا وكتهبط ماشي غادا وكتطلع. دونك هنا ما كاينش استثمار، كاين استهلاك. دونك ما يمكنش نقارنوا نفس هذا القرض هذا مع قرض استثماري اللي غادي يديروا مثلا واحد المقاول ولا شركه ولا حكومه، وغادي تستثمروا في واحد الحاجه اللي غادي ترجع عليها بواحد العائد اللي هو كبر وغادي يكون فيه الربح. وهذه النقطه شرت ليها باش نوضح واحد القضيه اللي جات في واحد السؤال في التعليق على الفيديو اللي قبل، اللي كان فيه اجدهم هما اصلا يتسلفوا شنو داروا كاع بهاد الفلوس. دونك هادشي اللي كيدار بهاد الفلوس، وهادشي علاش كنتسلفوا. حيت اولا المغرب داز من واحد المرحله اللي هي صعيبه ديال الكونفينمون بحال كاع الدول، ومن ناحيه اخرى خاصو باش يدور العجله ديال الاقتصاد باش تكون واحد التنميه والاقتصاد يطلع شويه الى اخره. دونك المغرب فاش كيتسلف باش يدير استثمارات نظريا، ماشي باش يستهلك فقط. نرجعوا مثلا لهذاك السند ديال قبيله اللي شريتيه من عندي ب1000 درهم بواحد النسبه ديال العائد ديال 7%، وانت احتاجيتي فلوس ديالك، احتاجيتي كاش قبل ما يوصل هذاك الاجل اللي انا محداه في هذاك السند. هنا شنو ممكن يوقع؟ ماشي ضروري انك تسنى حتى يوصل هذاك الاجل باش انا نرجع لك فلوسك. هذوك السندات قابلين للبيع والشراء، يعني انت احتاجيتي فلوس كاش غتشد هذاك السند وغتبيعو لواحد الشخص واحد اخر. انا هذيك الساعه غنولي كنتعامل مع هذاك الشخص الاخر اللي بعتي لي. الا هذاك الشخص الثاني حتى هو باعو لشي واحد اخر، ملي غادي يوصل الاجل ديال الاداء اللي هو كاين في هذاك السند، انا غادي نرجع الفلوس لمالك السند في هذاك الوقت ديال الاجل. يعني انا بالنسبه ليا ماشي مهم شكون هو الشخص اللي بعت ليه النهار الاول، ولكن شكون اللي كيملك هذاك السند في الوقت ديال الاجل. وهذا الاجل كيكون مختلف، سواء واش حددناه انه اجل قصير الامد كيكون ما بين عام ولا عامين، متوسط الامد ما بين عامين ولا 3 سنين حتى ل5 سنين، وطويل الامد اللي يقدر يمشي مثلا حتى ل40 عام. نجيو دابا لواحد السؤال مهم اللي هو غادي نختموا به: اشنو ممكن يوقع الا مثلا ملي المغرب طرح هاد السندات وشراوهم مستثمرين وجاو هذوك الاستثمارات وشديناهم حنا دوك الفلوس استثمرنا بهم، ولكن العائد ما كانش مزيان؟ يعني فرضا ان حنا لقينا شكون يشري من عندنا هذوك السندات، ما كانش واحد العائد. هنا شنو ممكن يوقع؟ في هذه الحاله اول حاجه الله يحفظ ما خاصهاش طرا، حيت هنا الصوره ديال المغرب غتولي مكفسه بزاف بالنسبه للعالم، بالنسبه للدول وحدين اخرين، وبالنسبه للمستثمرين الاخرين. دونك الحل اللي ممكن نديروه مثلا الا كان عندنا شي زهر هو ان نقدروا نتفاوضوا مع هذوك الناس اللي هما شراو هذوك السندات، يا اما باش نعاودوا ناجلوا هذاك الاجل ديال السداد، او لا نقسموه على بزاف ديال الدفعات، او لا كاع الا كانوا هما حنان يقدروا ينقصوا لينا منه واحد الطريف ولا يسمحوا في العائد الى اخره. يعني غيوليو طالبين معنا غير السلاكه. ولكن عموما نتمناو ان هذا الشيء ما يوقعش. مازال بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين ممكن نهضروا فيهم مازال، ولكن باش ما يجيش الفيديو طول من هذا الشيء اللي هو جا فيه دابا، غادي نحبسوا الفيديو هنا. نتمنى انني نكون وضحت لكم بزاف ديال الامور. اللي عنده شي كومونتير ولا شي سؤال يخليه في لي كومونتير، حتى نتلاقاو في شي فيديو جاي ان شاء الله.